وان باتل أوسكار، أحلى فيلم في السنة، أحلى من أحلى 10 أفلام في خلال آخر 5 سنين. كل دي ريفيوهات، وده مش رأيي خالص. فيلم ممل، فيلم 3 ساعات إلا ما حسيتش فيه بإن أنا مشدود إطلاقا. معظم الريفيوهات معرفش ليه قالت عليه إن هو يستاهل 10 من 10، وإنه الفيلم عميق جدا. أنت عشان تبان عميق وتعجب الجمهور بتاعك فلازم تقول على الفيلم بتاع ليوناردو دي كابريو إنه جامد جدا. مش فاهم إيه الجامد اللي فيه. أنا حتى الموسيقى التصويرية اللي فيه كانت مزعجة بالنسبة لي. ده رأيي الشخصي، فأنت عجبك أوكي، ما عجبكش تمام، بس هو كرأي شخصي مش هو الفيلم اللي يستاهل ان انا اقوله عليه من احلى الافلام في السنه. او مش هو ده. انا حسيت ان من كتر الفيديوهات اللي الناس كانت بتقول عليه حلو ان ده اعلان اصلا. بس إن والله حسيت ان ليوناردو مقبضهم وقال لهم اطلعوا قولوا اذا كان اجانب ولا عرب. ما اعرفش ايه اللي عجبهم فيه غير اداء استثنائي من شون بين وليوناردو. بس وليوناردو ما ظهرش في اول نص ساعه من الفيلم اساسا. وكقصه ملهاش بدايه. انت بتخش في الفيلم كنص ونص وبعدين نهاية، وبعدين بتبتدي تفهم الفيلم بيقول ايه وبيحكي عن ايه. بس فيلم عادي جدا جدا. انا ما اعرفش كل الريفيوهات اللي انا قلت لك عليها دي ما اعرفش بيقولوا عليها حلوة ليه. معلش انا بقى طويلة شوية، فمش عارف اشوفك فيديو جديد ولا لا، بس ان شاء الله اشوفك فيديو جديد.